كلنا تابعنا مسلسل جعفر العمدة ومصدومين قوي من الأحداث رغم إن كل ده تمثيل، وبالذات من شخصية دلال والسم اللي جواها واللي بتخطط له في صمته كأنها ملهاش علاقة بأي حاجة بتحصل. حكايتنا النهاردة بتحكي عن دلال الحقيقية، أو بمعنى أصح الشيطانة، لأنها استحالة تكون إنسانة وعندها قلب أو بتحس. لا، دي أقل حاجة أقدر أقولها عنها إنها من نسل إبليس الملعون. واحدة تفوقت على دلال مرات جعفر العمدة في التخطيط لجريمتها بمراحل كتيرة قوي. أهلا بكم في خبر وحكاية. وحكايتنا النهاردة بتحكي عن مدرس من عيلة كبيرة وميسورة الحال، حصلت له ظروف معينة هنعرفها كمان شوية خليته على الحديدة زي ما بيقولوا، وكمان نقلته من شغله في محافظته وبلده لمحافظة تانية، وراح المدرس ده واستلم شغله في المحافظة دي. وبعد شوية أعجب بمدرسة معاه في المدرسة وطلب منها الجواز عادي زي أي شاب، وفعلا اتجوزوا. وبعد شوية ربنا كرمها بالحمل، وقررت إنها تسيب شغلها عشان تتفرغ لحملها وتربي طفلها في أمان ويتولد بالسلامة. طلب المدرس من مراته إنهم يروحوا لمحافظته ويتابعوا الحمل هناك، لأن هناك دكتورة شاطرة جدا وهو عايزها تتابع الحمل معاها، وعشان يكون مطمن أكتر ياريت كمان تولد معاها. وفعلا وافقت المدرسة وولدت هناك، والدكتورة اللي عملت لها العملية قالت لها جبتي بنت زي القمر، لكن للأسف ضعيفة شوية وهندخلها الحضانة. وبعد كام يوم المدرس قال لمراته إن البنت ماتت، وحصلت لها صدمة كبيرة. وبعد كده رجعت لمحافظتها بتعاني من صدمة موت بنتها اللي ما شافتهاش ولا أخدتها في حضنها، وفضلت مكتئبة مش عارفة تعمل ايه ولا تخرج من اللي هي فيه ده ازاي، لغاية ما في يوم اقترح عليها جوزها انها تشتغل اي شغلانة تقدر تخرجها من اللي هي فيه. وفعلا قالت له هعمل حضانة استضيف فيها الاطفال واقدر اعتني بيهم لغاية ما اهاليهم يرجعوا من شغلهم. والفكرة نجحت، والناس اللي حواليها بقوا بيجيبوا لها عيالهم من كتر ما كانت بتهتم بيهم وبتخلي بالها منهم، لغاية ما في يوم جات لها واحدة منتقبة بطفلة جميلة عندها حوالي 3 أو 4 سنين، وطلبت منها انها تسيب بنتها عندها لأنها لسه ساكنة جديد في المنطقة وما تعرفش حد خالص، وبتروح شغلها وبترجع على الساعة 2، وانها سمعت عن امانتها في التعامل مع الاطفال فقالت تجربها، وخصوصا ان بنتها مريضة كلى. وده اللي بدأت تقوله لها، انا بنتي تعبانة وعندها الكلى وما بتقدرش خالص تشرب مية عادية، فانا جايبه لها ازازة المية بتاعتها، ياريت تشربيها منها واوعي تشربيها اي مية تانية. وفعلا المدرسة اخدت الازازة من الست وبدأت تهتم بالبنت وتشربها من المية، لكن فجأة البنت قطعت النفس فشالتها للمدرسة وجريت على أقرب مستشفى. لكن الدكتور أول ما شاف الطفلة قال إنها ميتة والموتة فيها شبهة جنائية نتيجة تسمم، واتصل فورا بالبوليس اللي جه وقبض على المدرسة. وأول ما الضابط شافها قال لها فين مامتها؟ قالت له أنا نسيت أخد رقمها، أول مرة أشوفها، معرفش عنوانها ولا أي تفاصيل عنها، لكن تقدروا تفرغوا الكاميرات ممكن تعرفوها منها. وفعلا أول ما فرغوا الكاميرات لقوا فعلا في واحدة منتقبة ماسكة الطفلة في إيديها وخرجت بدون الطفلة. وفي الوقت ده الضابط حقق مع جوزها، وقبل ما يحقق معاه كان عامل شوية تحريات عنه ومجمع عنه معلومات، وده اللي خلاه يسأله انت متجوز كم واحدة؟ وهنا كانت المفاجأة ان المدرس انكر انه متجوز واحدة تانية في محافظته الاولى ومخلف منها بنت، وده اللي خلى الضابط يشك فيه ويحطه تحت المراقبة. وهنا تبدأ احداث القصة المرعبة اللي مفيش بشر يتخيل ان في وداد في الحقيقة ابشع بكتير من وداد اللي في المسلسل. القصة كلها بتتضح لما المدرس بيرجع
لمحافظته الأولى وبيكتشف إن بنته اختفت وإن مراته بتقوله إنها اتخطفت. فبياخد مراته وبيروح يعمل محضر، وبيدي في المحضر مواصفات بنته اللي بتطلع نفس مواصفات البنت اللي ماتت عند مراته التانية. وهنا بيتم عرض جثة الطفلة المتوفاة عليه، وبيتفاجئ إنها فعلا بنته اللي راح يعمل محضر باختفائها. وهنا بيتم القبض عليه هو وزوجته، وبيتم التحقيق معاهم. وبينهار المدرس وبيحكي إن زوجته الأولى دي دكتورة أمراض نساء وتوليد، وهو اتجوزها وكان ميسور الحال وقتها. وبعدها اكتشف إنها ما بتخلفش، رغم إنها سبحان الله دكتورة أمراض نساء وبيتولد على أيديها كل يوم أطفال. وده اللي خلاه يطلب منها إنه يتجوز عشان يكون أب، لكنها رفضت بشدة ورفعت عليه قواضي. وعلشان عندها ناس مهمين في عيلتها قدرت تبهدله في المحاكم وتخليه على البلاطة زي ما بيقولوا، واتطلقت منه ونقلته من شغله في محافظته للمحافظة اللي راحها واتجوز فيها. وقال يبدأ من جديد. اتجوز الجوازة التانية من غير ما يجيب سيرة خالص لمراته عن حياته الأولى. وده اللي خلى طليقته الدكتورة أول ما عرفت إنه اتجوز ومراته حامل تفكر بحقد وتخطط أكتر من إبليس نفسه في إنها تنتقم منه، وعرضت عليه إنه يرجع لها وهي هترجع له كل فلوسه وبزيادة، بس بشرط إن يجيب مراته تتابع معاها حملها، ولما تولد يوهموها إن الطفل تعبان وهيدخل الحضانة، وبعد كده إنه مات وتاخده هي تربيه ويبقى هو يخلف تاني من زوجته التانية. وفعلا وافق على الفكرة الشيطانية، وما كانش متخيل انها بتخطط انها تقهر قلبه على بنته بالطريقة دي، وانها تودي البنت لأمها وتخليها تشربها السم بإيديها عشان تموت. بجد لو ده حصل في الدراما هنقول ازاي ده اوفر ومستحيل يحصل، لكن الحقيقة أبشع بكتير من المسلسلات.